ازيكم عاملين ايه؟ انا هاجر جودة ودي قناتي. ما تنسوش اي حد بيشوف الفيديو ده يعمل لي لايك وسبسكرايب للقناة. بوريكم ان دي البسلة اللي انا كنت عاملاها معاكم في الروتين دي بعد يومين تقريبا على رف التلاجة، وما حصلهاش اي حاجة. كنت بقول لكم ان انا هطبخها النهارده، بس مش ده موضوعنا. انا جايه لكم النهارده هعمل معاكم فول مدمس بس في الحله. يا جماعه، هو اللي ما عندوش قدره يعني مش هيعمل فول، لا يعمل عادي وفي الحله وبيطلع زي الفل وطعمه تحفه. ده كان نص كيلو فول، حطيت عليه جزرايه مبشوره، حوالي 4 معالق رز، وزيهم عدس وطماطمايه، ورشه سكر صغيره. انا مزوده الرز شويه عشان انا بحب سمكه يبقى تخين ويبقى ليه ميه، عشان يعني الاطفال وكده. انتي ممكن تقللي الرز، تحطي كميه اقل من كده بكتير، ممكن تحطي معلقتين لتلاتة. هنا كنت بوريكم ان انا خلاص يعني بسلق اللحمه، بعمل البسله الرز، وكان الفول خلاص يعني قرب يغلي. هنا كانت الميه بتاعته غلت، كان خلاص بقى عشان هو في حله استانلس، فعشان ما يشتش تهدي عليه النار شمعة جدا، لان انا قبل كده جربت واتلسع مني. يعني دي خلاصة تجاربي في الفول كلها. فانا بقولك اللي حصل. هنا بقى كنت خلصت الغدا واتغدينا الحمد لله. كل ده بقى كان الفول على النار، كنت سايبه براحته. بصوا ابتدى ان هو ايه يتقل معايا، كان خلاص يعني فاضل له شويه صغيرين خالص. بعصر عليه عصره ليمونه بتخلي لونه حلو. بوريكم ان الفول يعني الحبايه ماسكه نفسها وزي الفل بصراحه. اهم حاجه النار تبقى هاديه، بقول لكم كده عن تجربه. هنا كنت خلاص اتأكدت ان الفول استوى معايا تمام، وقوامه بقى زي الفل معايا حتى قدامكم في الطاسة. هعمله برضو معاكم. حطيت عليه عصرة ليمون، شوية ملح، شوية زيت، شوية كمون، وقلبته على النار. اديته هرسة بظهر المعلقة، وهتشوفوا شكله دلوقتي قد ايه نضيف، قد ايه ريحته حلوة، قد ايه لونه مش غامق. وبالنسبة للرز والعدس والحاجات دي خلاص يعني هي بتختفي. بصوا شايفين شكله كهرمان يعني، ولا كلمة. طعمه تحفة، فيه مية كتير، لونه مش غامق يعني، وبكل بساطة في البيت وتوفير. يعني الكيس من ده بره بكام دلوقتي؟ فانتي انا يعني كلفني كلام فاضي حوالي 40 جنيه ولا حاجة. هناكل فيه اكتر من اسبوع، وطعمه تحفة وشكله تحفة. انا كلت منه قدامكم، كنت لسه متغدية وكلت منه عشان عايزة يعني، كنت متحمسة اعرف طعمه ايه. والله العظيم جميل، وجربوه. ويا رب تكونوا استفدتوا اي حاجة حتى لو بسيطة. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.